السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم ام رميسة الشاوية، وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم بقلاوة تركية بلمسة مغربية أصيلية، وتنتمنى تعجبكم وتنال الإعجاب ديالكم. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الأهل والأصدقاء، وتعاونوني بلي لايك باش إن شاء الله يوصلكم كل جديد، إنه فضلا وليس أمرا. على بركة الله. عندي هنايا 500 غرام ديال اللوز اللي تنغسلو 3 المرات ليتحيد منه ديك الغبرة، وتنكون راده الماء تيغلى، وتندير اللوز لمده ديال 5 دقائق حتى تيغلى، وتنحيدو. كيف ما تتشوفوا معايا غادي نصفيه من داك الماء. كيف ما تتشوفوا معايا اللوز راه ما تيتبدلش ليه اللون، حيت تنغسلو 3 المرات من ديك الغبره كيف ما تتشوفوا. وغادي نوريكم واحد الطريقه اللي تندير انا تنقي بها اللوز دائما، لا في المنزل ديالي ولا في العمل. طريقه سهله مهله، ما يمكنش نبقى انا نقي حبه بحبه. الا بقيت نقي حبه بحبه تما جلس. هاد الطريقه اللي تندير سهله مهله، وتنسربي بالزربه، يعني ما تاخذش ليا كاع الوقت بزاف. تنجيب واحد الزويف منديل ديال الكوزينه اللي تنستعملو في اللوز، تنخليه للوز دائما، نقي فيه اللوز اللي تيكون نقي. وغادي ندير كميه اللوز اللي بيت انايا كيف ما تشوفوا معايا. هاد الطريقه هي باش نقي انا اللوز دائما، كيف ما قلت لكم، لا في المنزل ولا في العمل ديالي. سهله مهله. وما تنساوش بارطاجيو الفيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء، وتعاونوني بلي لايك باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وعواشر مباركه، الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا لينا وليكم الامه الاسلاميه جميعا ان شاء الله. صراحه هاد البقلاوه تتجي رائعه وتتجي لذيذه. الطريقه اللي تنصايبها بها انا تتجي لذيذه دائما صراحه الله. كيف ما تتشوفوا، بعد ما نقيت اللوز تنخليه واحد نص نهار حتى تينشف ليا، ولا ليله كامله. انا درت ليه نص نهار. هنا البنات انايا اللوز ما غاديش نقليه في الزيت، غنحمروه في الفران. غادي نص الكميه غنحمرها والنص تنخليه. انا غادي ندهنوه بشويه ديال الزيت النباتيه كيف ما تتشوفوا معايا. تندهنوا كيف ما تتعرفوا دابا الزيت تبارك الله طالعه في الاسعار، من الاحسن ندخلو انا للفران. وهي غير شويه الزيت ترش عليه، شويه الزيت كيف ما تشوفوا معايا. بهذه الطريقه تيجي صحي واقتصادي في نفس الوقت. بعد ما تحمر ليا اللوز، هنا نص الكميه كي تتشوفوا معايا تنخليها خضره، ونص الكميه تنحمرها. وعندي 200 غرام سكر كلاصي، عندي 3 معالق زبده، عندي 6 المعالق ديال ماء الزهر، عندي معلقه كبيره ديال العسل، معلقه كبيره الكليكوز، وعندي واحد شويه المسكه اللي هي المستكه حره، تندقها مع شويه السكر كلاصي. هنا تنطحن اللوز، تندير نص من هكا، نص الكميه، نص خضر ونص محمر. صراحه الطريقه تجي لذيذه واقتصاديه، وتقدري توجديها في اخر لحظه. كيف ما تشوفوا معايا انايا هنا اللوز ما تنطحنوش حتى تيولي لين، يعني غير تنهرمشو كما تشوفوا. يعني طريقه سهله مهله وبتحمر الوجه صراحه الله. وهذه معسلات رمضانيه، يعني ضروري شي حاجه حلوه تكون في المائده ديالنا، الطبله المغربيه. ولكن الصراحه هذه ماشي ليا انايا، هذه واحد الكليانه كوموند. هنا كيف ما تشوفوا معايا اللوز تيجي معلك، تيجي لذيذ. بزاف الاخوات طلبوها مني هاد البحلاوه، وانا اليوم شاركتها معكم. بالنسبه للبحلاوه تتجي لون ذهبي، ولكن هذه غادي نحمرها شويه حيت الكليانه بغاتها محمره مجمره كيف ما تتعرفوا. هنا عندي ورقه ديال الفيلون كيف ما تشوفوا معايا. تتباع في محلات تجاريه او مرجان ولا اسواق السلام، يعني فيما مشيتو تتلقاوها، ديال اهل فاس. زوينه هاد الورقه صراحه الله، تجي مقرمشه. غير هي اللي بغيتو تخدموا بها غير بشويه، حيت بزربه تتقطع. وتنعتذر على صوتي حيت مروحه شويه، ضربني البرد. عرفتوا هاد الجو دابا سخون وبارد في مراكش، مره سخون مره بارد. ولكن الحمد لله الله يرحمنا، دابا عندنا الجو شويه سخون بحال الصيف، شي علاش مروحه. هانتوما كيف ما تتشوفوا معايا خدموا بها غير بشويه.
هاد الورقه تتبي غير بشويه تهزوها، حيت راه بالزربه تتقطع مع تتكون رهيفه، تتكون هشيشه. غادي ناخذ واحد جوج وريقات، تنخدم بجوج وريقات انايا. واللي بغى كميه اكثر يذوب المقادير. انا خديت جوج وريقات، وما باقي تنجمعو تنديرو في منديل باش ما تيبش ليا الورقه، باش تبقى رطبه. وراها بالزربه تتوجد صراحه الله، يعني راه ما تاخذش كاع الوقت. ثقوا بيا راه ما تاخذش الوقت بزاف كاع نهائيا. تندهنوها بالزبده. عندي هنا 250 غرام ديال الزبده. بالنسبه لنوعيه الزبده، اي نوع الزبده عندكم ممكن تستعملوه، ماشي بضروره تكون شي زبده زعما تكون زعما شي ماركه ولا، يعني عادي. نوعيه عاديه، واللي عنده نوعيه جيده في المنزل ديالو بيديرها ماشي مشكله. هنا تنهز القياس ديال اللوز اللي بيت انايا نعمر به. هانتوما كيف ما تشوفوا معايا، يعني كيف ما قلت لكم راه ساهله مهله واقتصاديه بزاف صراحه الله. في اخر لحظه ممكن توجديها وديها فين ديالك او شي كوموند، ماشي مشكله. وتتجمعيها غير بشويه، حيت هنا الورقه كيف ما تشوفوا معايا تتقطع، ولكن ما كاينش مشكله تنجمعها عادي. يسيروا غير بشويه. تنجمع الجوانب وتلصق بصفر البيض. صفرت بيضه عندي. وتنجيب واحد الطاوه ديال الفران. الفران تيكون مسخون قبل على 160 ديال الحراره، والمده راهي 10 دقائق، يعني راه ما تتكونش كاع بزاف. كيف ما قلت لكم هي تتجي اللون ديالها ذهبي، ولكن اليوم الكليانه بغاتها محمره، بغاتها محمره. ماشي مشكله، حتى محمره تتجي زوينه ولذيذه. دابا على حسب الكليان، دابا كل واحد واشنو تيبغي. غنبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى تنكملوا الورقه ديالتنا. هانتوما كما تشوفوا ماشي مشكل الجوانب اللي خرجوا لينا، نحاولوا نجمعوهم في الاخير. تنبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى تنكملوا الكميه كامله. كيف ما تشوفوا معايا دابا ها حنا كملناها. دابا تندهنوها مزيان بالزبده حتى ندخلوها للفران. صافي حنا دهناها مزيان بالزبده دابا كيف ما تشوفوا. هانتوما كيف ما شفتوا دابا عندي سكين اللي تيكون ماضي مزيان، تنقطع دوك الجوانب تنحيدهم. وحتى في التقطيع راه تتكون ساهله، ما تتكون صعيبه. هانتوما يعني هي الموس يكون ماضي شويه.
باش يسهل عليكم التقطيعه. كاين اللي تيقطعها بهذه الطريقه، كاين اللي بغيتي ديريها كل واحد والطريقه ديالته في التقطيعه، يعني كاينين بزاف الطرق. انا فضلت ندير لها هكا بهذه الطريقه، هذه عجبتني. وتنتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. وكيف ما قلت لكم ما تنساوش بارطاجيو الفيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء، وتعاونوني بلي لايك باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد، انه فضلا وليس امرا. وما تنساوش ابونيو، وما تنساوش التعاليق. وها هي كيف ما تتشوفوا. دابا غادي ندخلها للفران. ها هي بعد ما تحمرات لينا كيف ما قلت لكم، السيده بغاتها محمره. دابا غادي نسقيها بالعسل. ها هي تنسقوها بالعسل مزيان، اي نوع العسل. انا صراحه الله سقيتها بعسل منزلي مصيبه انايا في الدار، ولكن كاين العسل الزمزمي تيجي رائع الصراحه. كاين واحد نوع اخر، يعني كاينين انواع العسل، انواع كاينين ديال العسل صراحه الله، يعني اللي تيجي ولداد. وبالنسبه للتزيين تيبقى اختياري. انا دابا هنا درت رقائق اللوز، لوز ايفيلي كيف ما تتشوفوا معايا. تنزوق به على حسب. دابا بالنسبه للتزيين كاين اللي تيبغي يدير الكركاع، كاين اللي تيبغي يدير البيستاج، ولكن البقلاوه التركيه معروفه بالبيستاج. ولكن كما تتعرفوا البيستاج داير شويه الثمن، والكليان اصلا بغاتو باللوز. ما كاينش انا عندي مشكله. دابا على حسب الرغبه ديال الكليان، كل واحد وشنو تيبغي. وهاد التشكيله ديالتنا كيف ما تتشوفوا سالات صراحه، جات لذيذه واخا محمره، جات لذيذه وغزاله، وجات مقرمشه. جات مقرمشه بصراحه وشاربه العسل مزيان كيف ما تتشوفوا. تنتمنى تعجبكم، ورمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه. هي التشكيله ديالتنا كيف ما تتشوفوا معايا سالات، يعني راه في مده ديال 10 دقائق وجدات، يعني ما تاخذش كاع الوقت بزاف. وكيف ما قلت لكم اللي بغى كميه كبر تقدروا تدوبلوا المقادير. وتنشكر كاع الناس اللي تدعموني والناس اللي تيساندوني، تنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.